السلام عليكم، كيفكن حبايبي؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله الجميع بخير. إذا انتوا لأول مرة بتتابعوني يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكن كل شي جديد، وتدعمونا باللايك كمان. وإذا انتوا من أول بتتابعوني يا ميت أهلا وسهلا فيكن جميع، ولكن بتمنى كمان تدعمونا باللايكات حتى تترفع الفيديوهات وتكبر قناتي بوجودكن. حبايبي اليوم رح أقدم لكم أكلة طيبة كتير كتير وذكية وأكابرية. رح نطبخ الرز مع الفاصولية الحب. رح نطبخها بطريقة رائعة كتير كتير لحتى تضل محافظة على حباتها. شوفوا ما شاء الله، رغم إني طبختها وكتير يعني هيك اعتنيت فيها لحتى ضلت في محافظة على حباتها، ما تكسروا ولا طلعوا من قشرهم. حبايبي بتمنى تتابعوا الفيديو حتى النهاية وتشوفوا الطريقة كيف رح نطبخها وكيف رح نقدمها، ونتعرف مع بعضنا على المقادير وطريقة التحضير. ويا ريت تتابعوها معي خطوة بخطوة وتحضروها مثل ما أنا عم حضرها لحتى نتخلص من النفخة يلي بتسبب لنا إياها هالأكلة كل ما طبخناها وأكلناها. حبايبي أول شي بنحط الفاصولية بوعاء ستيل. هلا أنا ليش اخترته ستيل؟ مشان يضل محافظ على الحرارة. بعد ما نحطها بوعاء بنضيف عليها نصف معلقة كربونة، طبعا بالمعلقة الصغيرة. وبعد ما نضيف الكربونة بنضيف عليها المي السخنة. هلأ خلونا نقول بسم الله ونضيف المي حبايبي. وبعد ما بنضيف المي بنحركهم شوي مشان الكربونة تتوزع على جميع الفاصولية، وبعدين بنغطيهم وبنتركهم منقوعين لتاني يوم. طبعا نحن بننقعهم قبل ما ننام وبنتركهم لتاني يوم الصبح إن شاء الله. وهلأ خلونا نشوف شو صار بالفاصولية. شوفوا ما شاء الله كيف هالفاصولية نافشة ولساتن حباتها مثل ما هن ما شاء الله. هلأ رح ناخدن ونكب هاي المية اللي كنا نقعينن فيها ونغسلن منيح منيح، وبعدين بنسلقن وبنبدأ بطريقة الطبخ. طبعا حبايبي هلأ بعد ما ناخدن ونغسلن منيح منيح بنرجع بنحطن على النار، بنحط غمرتن مي وبنفور عليهن المي لمدة 5-6 دقايق، بنخليهن يغلوا بالمي ونفورن. هاي هي الطريقة يلي نحن بنتخلص فيها عفوا من الغازات يلي بتكون موجودة بالفاصولية، وهيك ما بتعود تسبب لنا لا نفخة ولا وجع بالبطن. حبايبي وهلأ بعد ما فورنا عليهن المي وكبيناها وبنحطن بالمصفاية لحتى يتنشفوا من المي منيح منيح، وبعدين بناخدن بنحطن بطنجرة الضغط وبنحط غمرتن مي، وبعدين بنسكر عليهن الطنجرة لمدة 20 دقيقة أو لمدة 30 دقيقة، طبعا حسب طنجرة الضغط يلي موجودة عندكم، لأن كل طنجرة بتكون نوع وإلى عياراتها. حبايبي هلأ رح نبدأ بطبخ الفاصولية بعد ما سلقناها. أول شي بنضيف السمنة وبعدين بنضيف الثوم وبنقليه، وبعدين بنضيف اللحمة عليها وكمان بنقلي اللحمة مع الثوم، وبعد ما تتقلى اللحمة بنضيف الفاصولية وبنقليها لمدة 2-3 دقايق، ولكن بدنا ننتبه ما نكسر حبات الفاصولية ونحن عم نقليهم. حبايبي هلأ رح ضيف عليهم معلقة ملح وارجع حركهم بهدوء لحتى الملح يتوزع على كل حبات الفاصولية، وبعدين بنضيف عليهم دبس البندورة. وطبعا لتحضير دبس البندورة بنحط 4 معالق دبس بندورة، لأن هاي الأكلة بتحب دبس البندورة، لهيك رح نخليها تقيلة شوي. طبعا أنا معي نصف كيلو فاصولية، بنضيف عليه 4 معالق دبس بندورة. بنحط الدبس البندورة بوعاء وبنضيف عليهم كاسة مي وبندوبهم بقلب المي، وبعدين بنضيفهم فوق الفاصولية.
هلأ بعد ما ضفناهن بنحركن شوي وبعدين بنضيف عليهن المي من 4 ل5 كاسات مي حسب انتو كيف بتحبوا الفاصولية تكون تقيلة أو بتحبوها تكون خفيفة، بتضيفوا المي حسب مزاجكن. هلأ أنا رح ضيف غمرتن مي، وبعد ما بنضيف المي حبايبي بنضيف عليها كمان رشة ملح، وبنضيف إذا كانت حلوة طبعا أنا دقتها لقيتها بدها ملح رجعت رشيت لها رشة. بعدين بنضيف 3-4 ورقات غار وحبتين 3 هيل، وبنضيف عليهم رشة فلفل أسود كمان، وبنحركن وبنتركن لحتى يغلوا ويتعقدوا على مهلن. طبعا بالنسبة للكزبرة هاي بترجع لإلكن لرغبتكن ولاختياركن، إذا انتو بتحبوها بتبقوا بتقلوا شوية كزبرة مع الثوم بالنهاية وبتضيفوهن فوق الفاصولية. أنا ما رح أضيفها بس بحب أطبخها هيك بدون كزبرة حبايبي. وهلأ ما شاء الله الفاصولية غليت وتعقدت مثل ما شايفين، وصار لازم نسكبها ونقدمها. حبايبي هلأ أنا انتهيت من طبخ الفاصولية، بتمنى تعجبكم. شوفوا لي ما شاء الله على هاللون شو حلو، وعلى هالطبق شو ظريف يعني، والريحة ما شاء الله فايحة. فعلا أكلة طيبة كتير كتير لا تقاوم. بتمنى إنه هالطريقة تعجبكم وتكون سهلة عليكم وما تتعذبوا بطبخ الفاصولية. بتمنى كمان تعجبكم هاي الوصفة، وبتمنى كلكم تجربوها بنفس الطريقة يلي أنا طبختها فيها، وتتأيدوا بالمقادير وطريقة التحضير. وأهم شيء إنه نفور عليها المي قبل ما نسلقها مثل ما حكينا بأول الفيديو، مشان ما تعود تسبب لنا نفخة ووجع بطن وناكلها ونحن مرتاحين ومبسوطين ومتهنيين بطعمتها الطيبة الظريفة. وهيك بكون وصلت لنهاية الفيديو، وبشوفكن على خير.